فانظروا يا التاريخ من الذي عارف يعني ايه بلد ما بتوحش؟ مش حكاية، دي رحلة بدأت من أول يوم اتقال فيه اسم مصر. شوف حواليك، الرمال بتغلي والسماء نار، وهناك رمسيس واقف ما بيتراجعش وسط آلاف من الخيول والسهام، صوته بيعلى والجنود بتتحرك. أول درس في التاريخ إن القائد الحقيقي هو اللي يقف لما الكل يقع، والزمن بيتبدل، جيوش جديدة، دروع جديدة، بس نفس العزيمة. تحتمس بيمد جيشه لآخر الأرض، والنصر بيتكتب على الحجارة بحروف ما بتتمسحش. وبعدين صلاح الدين راقب جواده والنور في عينه، ومقولته الشهيرة: لن يفتح باب للباطل وفي الأمة رجل يقول لا. والقدس تسمع والراية بتترفع. ولما التتار والمغول جم يهدموا الدنيا كلها سكتت إلا مصر. قدس صرخ وإسلاماه، فارتجت الأرض وانهار جيش ما كانش حد عارف يغلبه. انظروا يا التاريخ من الذي رد همجية التتار عنه. والقرون بتلف، بس نفس الدم، نفس الصرخة. أكتوبر، الله أكبر، علم بيترفع وخط ما كانش بيتكسر اتكسر. والنهاردة صقور في السماء وصوت في الأرض وجنود ما بيناموش بيكملوا نفس القصة اللي لسه ما خلصتش. دي مش حكاية بلد، دي شهادة من التاريخ نفسه إن في أرض اسمها مصر اللي حتى الزمن بيقف ليها احترام.